السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أيمن الشربيني من برنامج بتاع بودكاست. النهارده حلقة جديدة من بتاع بودكاست اللي بنتعرف فيها على اكسبرتس في مجالات كتير. معانا الباشمهندس فراس مصطفى، خبرة سنوات وسنوات في المالتي ناشونالز للأسف، ولا مع يعني وقتها كان صح، دلوقتي مش احسن حاجه. بالظبط. ودلوقتي بقى شغال في البيزنس بتاعه، يقدر يعرفنا أكتر بقى عن نفسه، عن حياته، عن عينيا. كل حاضر. حاجة. انا اصلا اتخرجت هندسه ميكانيكا قسم انتاج زمان شويه 2002، وبعد كده لفيت لفه على شويه شركات مالتي ناشونال. رحت يونيليفر في مصر لمده 3 سنين، وبعد كده رحت مارس في دبي 2 سنين، وبعد كده رحت شل 5 سنين في افريقيا وحاجات تبع اوروبا، وبعد كده رحت مونديليز اللي هي كانت زمان اسمها كرافت 3 سنين، وبعدين اخر حاجه اشتغلت في شركه ادويه اسمها جلاكسو سميث كلاين GSK لمده 3 سنين. وبعد كده سبت بقى الكوربريت لايف وابتديت اعمل يعني ماي اون بزنس، وبدي تريننجز وكونسلتنج وكلام من ده. زي الفل. ببساطه. طيب دلوقتي احنا الدنيا كلها بتدور على المالتي ناشونال. اي حد بيتخرج جديد اول حاجه بيفكر فيها انا عايز اشتغل في حاجه من 3 حروف بقى، حاجه من بره، ابعت ميل. لا، ما يعني ما بقتش احس ان ده هو الاوبجكتيف دلوقتي، او يعني ده الحاجه الصح ان الناس تسعى ليها الفتره دي. اعتقد ان الكلام ده شويه في اوائل الالفينات كانت الموضوع ده قوي قوي. دلوقتي اعتقد حتى الشركات نفسها بتعاني شويه، مش يعني مش الدنيا مش قويه قوي زي ما كانوا مثلا من 15 20 سنه، وبالتالي فرصة الدخول المالتي ناشونالز مش أسهل حاجة، وبالتالي الحلم ده مش هو الأحسن حاجة لازم تتعمل. في حاجات كتيرة جدا ممكن تتعمل، ممكن تكون مفيدة أكتر، الواحد يتعلم فيها أكتر، ما مش شرط لا حلم المالتي ناشونال ده يعني. فيعني لو حد بيسألني بقول له يعني لو جت أهلا وسهلا، ولو جت لك هتجيلك علشان أنت بقيت يعني شاطر في حاجات معينه وعندك سكيلز معينه، فتقدر يعني الشركات شافت ان ده شيء يعني يناسبها. لكن ما يكونش ده هدف الانسان، يعني اللي هو اللي انا نفسي ده الحلم ان انا اشتغل في الشركه دي بصراحه. وايه الحاجات اللي الشركه تشوفها ان انت بقيت شاطر فيها عشان تاخدك عشانها مثلا؟ سواء مالتي ناشونال او غير مالتي ناشونال، اي حد لازم يطلع يعني لو حسب شطارته بقى ايام الجامعه، ايام ثانوي لو ابتدى من ايام ثانوي ان هو يتعلم حاجات، وبعد كده دخل الجامعه لو حب يتعلم حاجات تانية غير قصدي الحاجات الاساسيه، المواد اللي هو بيتعلم فيها. يعني طبعا زي ما كل الناس عارفه التعليم اللي انت بتتعلمه في الجامعه او في المدرسه ده جميل ومفيد وكل حاجه. انا واحد اشتغلت في صميم تخصصي في الجامعه، فده حاجه ما بتحصلش كتير، واخدت التكست بوكس من الجامعه رحت بيها المصنع اول ما اتخرجت. اخدت كتب الانتاج رحت حاططها جنبي في الشغل زي ما هي، فنفس الحاجه. بس ده انا عارف انا كنت محظوظ جدا ان انا يحصل لي كده، مش ناس كتيره بيحصل لها كده. لكن ايا كان اللي هتتعلمه، لو انت بتدرس مثلا تجارة وعايز تدخل في مجال تاني، تأكد ان التجارة دي هتنفعك في المجال التاني. النهاردة لو بتدرس اقتصاد كمادة او مادتين في كلية تجارة، هتلاقي نفسك بعد شوية، احنا كل الناس بتتكلم دلوقتي على اقتصاد، فهتنفعك في حاجة تانية. فهي الشطارة ان انت تحاول تجمع سكيلز ومهارات ومعلومات على قد ما تقدر. هي دي الشطارة. يعرف حاجه عن كل حاجه في الاول. اعرف حاجة عن كل حاجة طبعا. يعني غلط كبير ان انت تبقى مثلا مهندس وفاكر ان انت هتطلع تكنيكال 100%. فانا ما بفهمش حاجة في الحسابات، ما بفهمش حاجة في الارقام، ما بفهمش حاجة في المشتريات، ما بفهمش حاجة في الاقتصاد. كل ده طبعا غلط، يعني كل ده عارف غلط. انك كنت دايما غلط تقول كبير. اشطر حاجه او اهم مهاره هي مهاره الارقام. طبعا. تعرف تقرا ارقام. طبعا تعرف تقرا ارقام، دي من المهارات اللي انا دايما صح اقول انها دي من اهم الحاجات. لازم تبص على الارقام وتفهمها. ان شاء الله لو خريج فلسفه بعيد تماما عن الارقام، لازم تبص في الارقام كده وتحاول تلاقي باترن، تلاقي نمط بيتكرر، تلاقي حاجه شكلها غريب. ما ينفعش تبص على رسم بياني وتلاقي مثلا حاجه عاليه وحاجه نزلت وحاجه طلعت، وبعدين ما تسالش هو ليه نزل وليه طلع. يعني لازم يكون في
شويه فضول وانت بتتفرج على الارقام، لازم يكون في فضول كبير على الارقام، لازم تحس بالارقام. لازم ما واحد يجي يديك رقم يقول لك اصل احنا في السنه مثلا بنبيع ب 3 مليار، لازم تقف كده ثانيه وتوزن الرقم ده، هل الرقم ده معقول مش معقول؟ 3 مليار ايه، جنيه ودولار في مصر بس ولا بتصدروا؟ يعني الارقام لازم يكون ليها كل تتوزن الفاكتورز يعني. اللي تربطها بيه بالظبط. صافي كام، اجمالي كام. يعني لازم كل حاجه يبقى فيه يعني اللي بيسموها اناليتيكال سكيلز. يعني انا قصدي اناليتيكال سكيلز في الارقام بقى بالتحديد. يعني لما حاجه تيجي ارقام قدامك ويعني الصراحه انا يعني ممكن يعني مش فاكر ارقام دلوقتي، بس اديك امثله كتيره مضحكه جدا. تفتح الجرايد وتفتح اخبار وتتفرج على ارقام اللي هو مش منطقيه يعني لما واحد يقول لي اصل احنا هنحقق معرفش 120% زياده في ثانيه واحده، 120% ازاي؟ هو انت ايه اللي اتغير؟ يعني اكيد عملت حاجه مهوله علشان تزيد الزياده دي. الشركات ممكن تزيد 10 15 20%، لكن لما تقول لي هزيد 50%، لما تقول لي مثلا حاجه سعرها، يعني لازم الحاجات كده تبقى ليها معنى يعني. بس فدي واحده من المهارات طبعا. اكسل يعني طبعا اي انسان ما بيعرفش يشتغل على اكسل يلحق نفسه يعني. واكسل يعتبر حاجه قديمه دلوقتي يعني مع كل اللي دي بيحصل اساسيات بقى خلاص. بالظبط، بقى زي القرايه والكتابه بالظبط. لما تيجي بقى تحط عليها الحاجات اللي موجوده دلوقتي بقى، وتشات جي بي تي و بيج داتا اناليتكس. هو البيج داتا اناليتكس والتشات جي بي تي والكلام ده بيعمل ايه؟ هو بيجي بيحلل معلومات. فانت لازم يكون عندك القدر الصغير انك تقدر تحلل معلومات على اكسل شيت، او حد يديك حاجه تقراها وتبص فيها وتبتدي تسال نفسك شويه اسئله وتوصل لنتيجه، يعني نتيجه ما يعني. فدي اناليتيكال سكيلز طبعا، دي مهمه جدا. قدره على تحليل الارقام بشكل عام. بس يعني اي حاجه بقى، كل حاجه بتنفع في وقت ما. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا اللغه طبعا مش محتاجين نتكلم اللغات فيها. طبعا، اللغات ولو ان يعني دلوقتي كل التركيز على الانجليزي، فانت لو بتعرف تتكلم انجليزي كويس انت قطعت 90% من الموضوع، مش محتاج حاجه تاني يعني. انا بتكلم على المجال بتاعي يعني، لكن طبعا لو او المجال الكوربريت كله 90% مجال الكوربريت انجليزي، كله انجليزي بالظبط يعني، ما عدا يعني كام شركه يمكن اللي بيحتاجوا فرنساوي، شويه لكن غير صيني كده شويه الماني شويه فرنساوي. لكن الباقي انجليزي. هيقطع لك مشوار كبير. طبعا اكسل زي ما قلت، حاجات الاوفيس كلها لازم تبقى شاطر فيها، لازم تبقى شاطر في الوورد والباوربوينت والحاجات دي. طبعا غير الباوربوينت بقى دلوقتي في برضو حاجات تانية بتعمل لك فريزي بقى بتعمل لك برزنتيشنز شكلها افضل، دي لازم تكون موجوده عندك. برزنتيشن بقى ندخل على السوفت سكيلز. لسه هكلمك في البيرسونال سكيلز او السوفت سكيلز بقى. طبعا لازم سوفت سكيلز كتيره. سوفت سكيلز زي برزنتيشن، تعرف تتكلم تشرح انت عايز تقول ايه. اعتقد كلنا بنواجه حد في يوم من الايام، انا بنتي كده تقعد تتكلم قدامي مش فاهم حاجه، انت قصدك ايه، انت قصدك ايه، انت قصدك. مش كل الناس عندها قدره انها والوقت والرغبه انها يقعد يسالك 10 مرات عشان يفهم انت عايز تقول ايه. الناس هتبقى لو ما قلتش اللي انت عايزه في دقيقتين بشكل واضح ووصل والمعلومه جاهزه، ممكن يسالك وممكن يسكت وخلاص يعني. انا ما فهمتش منه حاجه، فرصه انه يسالك. وممكن ما يكونش في وقت ولا فرصه فعلا انه يسالك، او مش مهتم. فانت لازم الناس لازم تتعلم فكره ان هو يقول ما قل ودل فعلا، مش قليل قوي ومش كتير قوي، بس يقول اللي قدامه عايز يسمعه يعني، او يوصل له الرساله بسرعه في شكل بسيط. ده برزنتيشن مش ده كوميونيكيشن. برزنتيشن. وكوميونيكيشن بقى قريب برضو، انت بتكوميونيكيت مع ناس، مع مديرك، مع سب اوردينتس، مع اي حد في الشركه. محتاج طبعا، ودي حاجه يعني مش محتاجه حاجه يعني، ان الناس لازم تبقى ذوق في التعامل. علشان يمكن تسمع كتير عن حته الايموشنال بانك اكاونت. لو انا ايمن، انا وايمن ابتدينا شغل مع بعض، عملت لايمن حاجه حلوه النهارده، عملت لايمن حاجه حلوه بكره، عملت لايمن حاجه حلوه بعده، وبعدين في يوم من الايام احتجت حاجه من ايمن هيبقى ويلنج جدا ان هو يديها لي بالظبط. والعكس صحيح. لكن لما ابقى شخص ايتم وغلس وادخل الصبح وما صبحش وما مسيش وما اقولش السلام عليكم وما اعزمش هتبقى شخص يعني فدي مش محبذ وجودك، او يعني شخص كريه في المكان يعني. مش لازم للاكستريم ده، بس يعني مش لطيف يعني.
فدي من الحاجات اللي لازم الناس تبقى بيسموها ايموشنال امباثي، يعني في تعاطف مع الاخرين لما حد يبقى في وضع، حد عنده ظروف، حد نبقى يعني بني ادمين يعني. فدي مش محتاجه طبعا كلام. بلس في الكوميونيكيشن بقى وضوح، اختصار. لما نيجي نكتب ايميل، اي حد انصحه يقول له، انا فاكر وانا في يونيليفر اول ما اشتغلت بعدها يمكن ب3-4 شهور خدت كورس بزنس رايتنج زي الرايت كده، اسمه رايت دلوقتي. اي ده الكلام ده من 20 سنه بالظبط من 20 سنه. الكورس ده لحد النهارده انا فاكره، كان يومين بالظبط، يومين كان فيه كل شيء ممكن تحتاج تعمله، ولحد النهارده فاكر كل كلمه اتقالت في الكورس ده. تكتب كذا، دير كذا، الجمله الاولى تكون فيها ايه، الجمله الثانيه تكون فيها ايه، ان الباراجراف لازم الجمله الاولى في كل باراجراف تبقى بتشرح باقي الباراجراف، يعني زي ملخص لباقي الباراجراف. تحط بانكتويشن امتى نقطه، امتى فاصله، امتى سيمي كولن، امتى الحاجات دي تفرق كتير جدا. عشان يعني اكيد انت بتشوف كميه سيفيهات وحشه يعني، ودي حاجه تانية ممكن نبقى نتكلم عليها، وفيها اخطاء يعني. انا ما بصدقش لو انت السي في بتاعك اللي هو بسميها الفاترينا بتاعتك يعني غلطت فيه، انت متخيل ان انا هشغلك؟ انا في السي فيهات ببص على النقطه. يعني انت ما ينفعش تكتب 3 جمل حاطط نقطه وثالث جمله مش حاطط نقطه. ليه؟ ما انت هتمشي على نظام يا ما تمشيش يعني. ما ينفعش حاجه متحركه يعني. التفاصيل الصغيره دي طبعا بتفرق كتير جدا، والجرامر نفسه والحاجات دي كلها طبعا. عارف على فكره السي في هو وظيفته انه يعكسك بالظبط، يعكس البني ادم ده في ورقه بالظبط. فانت حط مش لازم تقول ان انا يعني اضخم واحد واشطر واحد واحسن واحد، لانها بتبان بعد كده. لكن مهم ان انت تبقى الحاجه دقيقه ومظبوطه وفيها اونستي يعني، بتتحس على فكره في السي في. ودلوقتي بالذكاء الاصطناعي بقت كل حاجه باينه يعني، او بتتحل يعني. الجرامر بقى يتراجع بالاي اي، السي في بقى يتكتب بالاي اي. تقول له انا عايز اكتب سي في او عايز اكتب ميل اقول لمديري ان انا عايز اخد اجازه بكره، يكتب لك عريضه ان انت تشرح فيها بالظبط. فاستغل الحاجات دي كلها. فدي المهارات اللي لازم تكون موجوده جنب الكوميونيكيشن. احنا قلنا كوميونيكيشن وقلنا برزنتيشن. النيجوشيشن مش فصال بمعنى فصال ان انا يعني بحاول بطهق اللي قدام، لكن فكر فيها على انها reaching middle ground. عايزين نوصل لنقطة انت راضي وانا راضي، وعشان نوصل لنقطة دي لازم الاتنين يكونوا محتاجة شوية حاجات. ممكن انا انا بحاول اوصل لاتفاق مع ايمن، لكن ايمن مش عايز يوصل لاتفاق معايا. فازاي ابتدي شوية اوصله ان هو يتقبل فكرة ان احنا نقعد ونتكلم وكده. انا دايما ادي مثال بسيط. في دول بتبقى بينها حروب وبعدين بيقعدوا على الترابيزة يحلوا المشكلة. اكيد ده اسهل من ان انت تحل مشكلتك. اصلا انا عايز الميتنج الساعه 3 ولا الريبورت ده لازم يتسلم الساعه ما اعرفش ايه. اكيد في ميدل جراوند، دايما في ميدل جراوند. وعشان توصل ميدل جراوند ما ينفعش دايما يبقى رايي انا او اللي انا عايزه واسيب اللي ايمن مش عايزه، يبقى ده انا كده وصلت الميدل جراوند. هي مش بتدوس على الناحيه الثانيه، هي انت بتحاول توصل. هاي ايمن انت عايز، انت ايمن مديري، ايمن انت عايز الريبورت الساعه كام؟ انا عايزه بكره لازم الساعه 8 الصبح. طيب انت عايزه الساعه 8 علشان هتبعته لحد طب ممكن نخليه الساعه 12؟ لا علشان كذا، عشان كذا دي. طب ممكن نكلمه؟ طب علشان اصل انا عندي 1 2 3 4 شغال عليهم وفي حاجه اخدت وقت اكتر من اللي انا كنت متخيله. عادي بتحصل لنا كلنا، حاجه متخيل انك هتخلصها ما خلصتهاش. بس نوصل لاجريمنت من بدري للشخص اللي مستني الريبورت ده، مش في لحظتها. دي مهمه جدا. أيوة. مش في لحظتها، قبلها بيوم يومين شايف ان الموضوع مش هيبقى مظبوط، هقول لك انا هتاخر شويه. وطبعا هتاخر شويه دي يعني كام ساعه، مش هتاخر اسبوع يعني لو ريبورت يعني. فدي برضو من الحاجات المهمه. في شغلانه جوه السبلاي تشين اللي هي البروكيورمنت، المشتريات. ودي انا دايما اقول ان دي مهاره من المهارات. هي فيها جزء مهاره وفيها جزء طبعا دراسه، بس فيها دايما اقول دي من الحاجات اللي لازم يعلموها لنا في المدارس. زي حاجات كتيره مش بنتعلمها في المدارس يعني محدش بيتعلم في المدارس ضرايب، محدش بيتعلم في المدارس محاسبه، محدش بيتعلم في المدارس
اقتصاد وفاينانشالز بشكل عام، اي حاجه فيها ارقام وفلوس وكده محدش بيعلمها لنا في المدارس. استشارات ماليه استشارات ماليه، فبناخد قرارات غلط لما بنطلع. كل الحاجات دي بجانب انا مثلا مستغرب ان بلد زي مصر ما فيهاش سياحه مثلا، ما فيش ماده اسمها سياحه ازاي؟ فانت من ضمن الحاجات دي لازم يكون في مهاره حط في جوه التربيه الوطنيه، جوه التاريخ، جوه أيوة، الجغرافيا. بس جوه التاريخ هي بتتحط على اساس ان دي اهرامات ودي معابد وده بناها فلان. احنا مش عايز ده، انا قصدي ازاي يتعامل مع سايح، ازاي هو السايح ده عايز ايه، حاجات زي كده. يعني طبيعي ان المفروض تكون موجوده. البروكيورمنت والمشتريات واحده زي الحاجات دي بالظبط. وانا ولادي بقعد اعلمهم ازاي يشتروا. لازم نتعلم ازاي نشتري، يعني حتى بتشتري لنفسك. احيانا بنروح نشتري حاجات غاليه جدا وبعدين نكتشف ان احنا ما كنتش محتاج اللي انا اشتريته ده، او اللي انا اشتريته ده كان ارخص في حته تانية. عشان كده مهم، هو دي شغلانه انا البروكيورمنت. فاكر العروض المخازن اللي كنت بتجيبها. كنا لازم، بنجيبها. ايوه بالظبط. اه لازم نقعد نسال هنا ونسال هنا سيبه ونفهم. شويه يفكر ويرجع لنا. بالظبط اديله وريله احنا بنتكلم مين تاني هنجيب منه لو ما اداناش سعر كويس. ولو تفتكر وصلنا لحاجه يعني كانت ساعتها انجاز يعني الكلام بعد ده ما مضى معانا قال لنا يا جماعه انا دبست معاك ولا ايه؟ ده مين والله فعلا. أنا يعني كل اول حاجه سنه اتغيرت يعني. انا عارف ان كل حاجه، بس اول سنه سنتين كان ملتزم يعني. بس فكره ان ودي حاجه من الحاجات السبلاي تشين يعني اللي هي البروكيورمنت. مهم ان الواحد ينمي المهاره دي عنده. جرب تشتري ساعه، جرب تشتري لبس، جرب تشتري حاجه وشوف انت اشتريت احسن حاجه فعلا ولا ما اشتريتش احسن حاجه. هل ده كان احسن اختيار ليك ولا ما كانش احسن اختيار؟ وعلى اساس ده وليه انا ما عملتش احسن اختيار؟ علشان انا ما سالتش كفايه، كنت متسربع فاتزنقت في الوقت. ودي حاجه كل الشركات بتعملها يعني. دايما في الشركات احنا محتاجين ده بكره، فتلاقي الراجل نزلوا يشتروا اي حاجه، يعملوا اي تعاقد اي حاجه بسرعه وما قروش العقد مظبوط وما راجعوش الحاجه مظبوط وهكذا. فالوقت ممكن يبقى عامل مش الغطرسه. يعني انت فاكر ان انا فاهم كل حاجه وعارف كل حاجه فمش محتاج اسال 10. انا مش هسال حد. هو السعر ده لقطه وعلى ضمانتي انا مقتنع. فما تسالش. دي من الغلطات اللي الناس بتعملها يعني. فالحاجات دي مهاره. الانسان مش محتاج ان هو يروح ممكن يذاكر طبعا، ياخد كورسات مشتريات وموجود كورسات مشتريات كتيره، بس كمان يروح يفهم، يروح يعني يجربها حتى في حياته الطبيعيه ويشوف هتعمل ايه. فدي واحده من الحاجات برضو المهارات اللي ممكن الانسان يفكر فيها. طبعا طول عمرنا نسمع عن مهاره البيع، لكن مهاره الشراء دي البيع طبعا انا ما ذكرتهاش، بس طبعا مش بس تبيع حاجه، مش بيبيع منتج بس، بتبيع نفسك وبيبيع فكره بتبراند لنفسك بالظبط. تقنع حد بحاجه، وعشان تقنع في الانترفيو حتى على الاقل صح لازم تقنع. انت هتروح الانترفيو، انا بحاول اقنعك بنفسي. عشان اقنعك بنفسي لازم اقول لك ان انا ابين لك شويه حاجات هو بيدور عليها اللي بيعمل الانترفيو. ان انا مجتهد، ان انا ملتزم، ان انا ما اعرفش اعمل ازاي، ان انا في امل مني ان انا اتعلم وهكذا. فعشان ابين له الحاجات دي، لو رحت قلت له والله انا خدت كورسات كذا وكذا 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 منهم ببلاش حتى، يعني مش بقول مش لازم العلم مش بالفلوس بالمناسبه، يعني في انترنت اهلا وسهلا يعني. ف دي بتبين له ان انا لا، انا واحد مجتهد ما ضيعتش الوقت يعني. بس فدي من الحاجات يعني. فالمشتريات طبعا، وخصوصا انها دلوقتي من الادارات المهمه في كل الشركات. في statistics كده احصائيه كانت معموله في امريكا، كانت بتقول ان الشركات الصناعيه اللي بتصنع منتج بتصرف حوالي 60% او 65% من الاجمالي المبيعات بتاعتها في المشتريات. فانت عندك اداره ربما تكون 3 4 5 اشخاص بتصرف 65% من دخلك واحيانا اكتر. يعني الشركه قاعده تعمل مثلا مليون جنيه في السنه، بديهم لايمن، ايمن بيصرف منهم 650,000 او اكتر كمان، 650 700,000. ايمن ده لازم يكون شاطر قوي، والا انه لو صرف غلط هيودينا كلنا في داهيه. ونفس الكلام قالوا دي الشركات الصناعيه اللي مش صناعيه من 40 ل 45%، النص مرتبات وتأمين طبي ومباني وإيجارات وعربيات. ما كل دي حاجات الشركات بتشتريها حتى لو مش صناعية يعني. فده كل ده يقول لك إن الإدارة دي
is very powerful، عندها فلوس مهوله يعني، وتقدر تخلي الشركه يا تكسب يا تخسر ببساطه. زي ما بعض الشركات بتلاقيها كل سنة بتحط تارجت ليها انها تقلل من البادجت بتاعها، الاكسبنسز بتاعتها او مصاريف البرودكشن او اي مصاريف. بالظبط. الفكره ببساطه ايه؟ هي الشركات بتفتح ليه؟ علشان عايزه تكسب عشان عايز فلوس. تكسب في الاخر. حلو. وعشان اكسب فلوس قدامي طريقتين، هم مفيش طريقه ثالثه، يا اما تبيع اكتر يا اما تصرف اقل. تقلل المصاريف. هم دول الحلين اللي عندك، هم دول الاتجاهين اللي في ايدك يعني. الناس بتوع السبلاي تشين دايما احنا في ايدنا حته المصاريف، نقدر نقلل تكلفه الانتاج، نقدر نقلل تكلفه المشتريات، نقدر نقلل تكلفه المخزون، المخازن، النقل، كل حاجه نقدر نقلل التكلفه بتاعتها. والناس بتوع البيع شطارتهم انهم يزودوا المبيعات. فالفكره دي ما كانتش يمكن موجوده من 50 سنه او 40 سنه، بس شويه شويه لما ابتدى يظهر حاجه اسمها سبلاي الاول كان بيع بس، بيع وانت بيع وماركتينج واصرف، واصرف. ده علشان تبيع اكتر. بس الناس ابتدت تفكر ما انا لو قللت المصروفات هكسب برضو اكتر. ومن هنا بتيجي الشركات كلها يقول لك انا عايز اقلل المصروفات. وطبعا شركات كتيره بتاخد الابروتش بتاع يلا نمشي ناس عشان ده اسهل حاجه، عشان هي امضى بكره شلت التكلفه من عليك. بس انت ممكن تكون غلطان يعني، مش هو ده احسن. انا عارف ان دي اجابتك من السنين اللي فاتت، نفس الاجابه نفس الكلمتين، هما حاجتين: زود بيع، بالظبط. قلل المصاريف. قلل المصاريف. عشان كده انا لما كنت بشتغل في شركه والشركه تيجي تضغط عليا في تقليل، ولو تفتكر يعني تضغط عليا في تقليل المصروفات، انا مش متضايق. لان انا لو انا النهارده اداره مثلا، انا لو تفتكر احنا كنا بندفع حوالي 32 مليون بدون ذكر اسماء يعني، بندفع 32 مليون تخزين وتوزيع في السنه. تمام. لو انا ما قللتش الرقم ده، الشركه هتمشي ناس عشان تقلل الرقم ببساطه يعني. فاحنا الشطاره ان احنا نفكر ازاي نقلل الرقم ده. ولو تفتكر احنا، انا فاكر اخر حاجه كنا نزلنا ل 16 ولا 18 حاجه كده. لو نزلت الرقم ده انت بتحمي نفسك وبتحمي الشركه من ان حد يمشي. انتوا كلكم بتحموا نفسكم ان انتوا تفضلوا مكملين. بالظبط. انتوا بتحموا نفسكم ان انتوا شغلكم يكمل. فانت لازم تفكر ان خلاص لازم يعني نبقى شاطرين ونفكر في افكار جديده نقلل بيها المصاريف اللي عندنا. احنا بدأنا نشوف كل حاجة بتتغير دلوقتي. بدأنا نشوف تكتب ايميل بالذكاء الاصطناعي، تعمل سي في بالذكاء الاصطناعي. كل حاجة تتغير دلوقتي، تكتب مقالات وكونتنت، كل حاجة بالذكاء الاصطناعي. مظبوط. ده قلق ناس كتير، وفي ناس كتير قوي قالت يا جماعة احنا هيحصل زي ما حصل وقت اختراع الآلة زمان، هنقعد في بيوتنا والآلة هي اللي هتشتغل. بالمثل الذكاء الاصطناعي هيطلع هيقعدنا في البيوت. فهل هيقعدوا في البيوت ولا هيطلع شغلانات جديده؟ اللي هيطلع شغلانات جديده تبقى عايزه ناس عامله ازاي بالسكيلز اللي موجوده دلوقتي؟ يعني اعتقد ان طبعا هيغير الشكل حاجات كتيره وهيلغي شغلانات كتيره. انا دايما بدي مثال بسيط قوي. البنك زمان من 10 سنين لما تحب تعمل اي حاجه كنت بتروح البنك. دلوقتي ممكن تروح البنك مره كل شهور يعني. ودلوقتي بقى في بنك ديجيتال اصلا ملوش اساسا فروع ولا ليه وجود اساسا. نفس الكلام ده اعتقد ان الارتفيشال انتليجنس والديتا اناليتكس بشكل عام هتوصلنا لنفس المرحله دي. طبعا في شغلانات هتنتهي طبعا يعني بلا شك يعني. بص حواليك اي حاجه الشات جي بي تي او السوفت ويرز بقت تعملها النهارده كان ليها موظف بيعملها. زي المحاسب من 10 15 سنه كان بيقعد يدخل الترانزاكشنز، مصروف 100 ايراد 50 وهكذا. خلاص الكلام ده كله دلوقتي ممكن يتعمل اوتوميتد. فطبعا الحاجات دي عماله هتشيل شغلانات، ده فور شور بلا جدال يعني. الجزء التاني بقى، هل هتفتح شغلانات؟ طبعا هتفتح شغلانات، وكلها في ناحيه الاي تي، الديتا اناليتكس، البروجرامينج. هي دي طبعا العالم كله ماشي في الاتجاه ده. يعني كنت بتكلم مع صديقي يعني في هولندا، عندهم شورتج فظيعه في البروجرامرز،
وبيجيبوا من كل حته في العالم، وبيجيبوا من مصر وبيجيبوا من البرتغال وبيجيبوا مش من البرتغال، بيجيبوا من البرازيل اللي البرتغال عشان بيتكلموا برتغالي الاثنين، بيجيبوا من بيقول لي بنجيب من كل حته في العالم حقيقي، ما عندوش اي مشكله يجيب ناس من اي حته في العالم علشان في ازمه في العالم كله في الناس دي. فدي بلا شك النهارده هتبقى عليها لناس كتير. طبعا هتبقى تشالنج لناس كتير، والشطاره كل واحد ان هو يعني مش عايز اصعبها بس يعمل ريسك اسسمنت لنفسه، يعني اداره مخاطر لنفسه. زي ما دايما نقول الشركات بتعمل اداره مخاطر، اشوف ايه المخاطر اللي عندي واتفاداها او احط حلول ليها. انت كشخص لازم تعمل نفس الحاجه. هل انا الشغلانه بتاعتي دي فيها خطر عليها؟ ربما. هل انا ممكن يجي سوفت وير يشيلني خالص ويعمل 70 80% من شغلانتي؟ يبقى انا قصدك الريسك مانجمنت يعملها او الريسك اسسمنت يعملها للكارير بتاعته، للكارير والشخص والسكيلز اللي عنده رايحه فين وتوديه فين. بالظبط. يعني لو انا النهارده اديك مثال، لو انا النهارده وده حاجه يمكن يعني ناس كتيره قوي بتعملها، لو انا النهارده شغلانتي ان انا اعمل اديتنج لدوكيومنتس، كونتنت، اعمل انتري على الاكسل، اعمل انتري علي اكسل، اي حاجه فيها داتا انتري. يعني انا النهارده كنت في البنك، الولد اللي على التيلر ده الشغلانه كلها ممكن تتحول لمكنه في يوم من الايام، مش صعبه يعني، وبتتحول كل حاجه بتنقل الفلوس وبتنقل كل حاجه. عندك الشغلانات بتاعه الرايتنج والكلام ده زي ما انت قلت، اي حاجه فيها كتابه والترجمه خلاص، والجرامر والنحو والتصليح، الحاجات دي كلها كل ده خلاص. فانت لو شغلانتك كان زمان في شغلانه اسمها مصحح للكتب، مصحح لغوي، انتهى، اكيد انتهى، لان انت ممكن تاخد التكست كده تحطه على بتاعه يعلم لك احمر 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 وخلاص وخلصنا يعني. ممكن ما يبقاش شاطر بنسبه 100%، بس هو الكتاب اللي كان المصحح بياخده في 10 ايام ممكن يخلصه في ساعه بالظبط. فحتى لو في غلطه هيقبلوها يعني. ففي طبعا شغلانات، فالواحد لازم كل واحد يسال نفسه هل انا يعني في امان ولا مش في امان، ولو مش في امان ابتدي اكتشف حاجه جديده، اتعلم بروجرام. يبدا يسال يعني يعمل اسسمنت ده ازاي. انا عايز اعرف دلوقتي انا راجل بتاع سبلاي تشين او يعني راجل شغال في اللوجيستكس مثلا، تمام، ابدا عايز انفذ الاسسمنت ده على نفسي. جميل، اعمل ايه؟ يعني اول حاجه اعرف انت بتعمل ايه، اكتب ورقه انا بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا. هل في برنامج بيعمل الحاجات دي، او بيعمل لو انا كتبت 10 حاجات بيعمل 7 منهم، بيعمل 5، بيعمل 3؟ غالبا هتلاقي ده في اول الخطر. فانت في اول الخطر. لو البرنامج مش مشهور قوي النهارده او ثمنه $100,000 فالشركات مش بتجيبه بس بتجيبك انت علشان انت ارخص من البرنامج، تأكد ان البرنامج ابو $100,000 ده بعد سنتين هيبقى ب50، بعد سنتين هيبقى ب20، بعد سنه كمان هتلاقي الشركه بتقولك متشكرين انا هجيب البرنامج يعمل اللي انت بتعمله. يعني تحميل العربيات والكلام ده في سوفت وير بيعمله، توزيع المنتجات على الاماكن سوفت وير بيعمله. الساب دلوقتي بقى الشغل اللي كنا بنعمله الاول في يوم بقى يتعمل في ساعه. السوفت وير بيعمل كل حاجه انت اللي انت كنت بتعملها. طب ماشي جميل، خلاص الحاجه اللي كانت بتاخد يوم بقت في ساعه، هعمل ايه بقى باقي ال7 ساعات؟ بالظبط، ده اختيارك بقى. في واحد هيقرر ان هو هياخد ال7 ساعات دول اشتغل فيهم حاجه تانية، اتعلم حاجه جديده، وفي واحد يقول لا خلاص الله انا هنزل العب. كفايه موظف في الاداره كلها. هيحصل كده. ففي شغلانه السبلاي تشين انا يعني بتحط في مواقف كتير. انا راجل شويه عجوز فمش بعرف كل الحاجات الجديده اللي بتحصل، بس السنه بالذات اللي فاتت، بالذات السنه 22 دي، انا اتحطيت في كذا موقف. الحاجات اللي كانت بتاخد مني حرفيا اسابيع شفتها بتخلص قدامي ببرنامج في ساعه. يعني النتورك مثلا، توزيع، لو انت النهارده عايز توزع البيبسي ده في كل الكشاك والسوبر ماركتات اللي في مصر، زمان كانوا يقعدوا يقولوا اعمل مخزن هنا واعمل مخزن هنا وجرب واحسبها واعمل الحسابات واحنا عملنا ده ايام دلوقتي انت بتدخل الداتا دي كلها، كيلومترات والحاجات دي كلها، بتدخل كل ده على برنامج بيرد عليك في 5 دقايق بس، خلاص انتهينا. يعني حقيقي يعني ستادي ممكن تقعد فيها 3 شهور خلصت في ساعه. فالارتفيشال انتليجنس او الذكاء الصناعي
طبعا خطر. ولو حتى خدت بالك ايلون ماسك و1400 واحد باين ولا 400 واحد مش فاكر، رقم كبير من الناس قالوا لسه مطلعين كده زي طلب ان هم يوقفوا الشات جي كانت بي خناقه تي. بين مارك وبين، في قبلها كانت خناقه بين مارك وبين ايلون ماسك عن الذكاء الصناعي. ايلون ماسك قال لا كفايه ذكاء اصطناعي، مارك قال لك لا ده اللي هيبقى المستقبل. واللي بيقول لك كفايه ذكاء اصطناعي ده هو اكتر واحد مستفيد منه، بس هو شايف الخطر بتاعه، شايف ان هو ممكن يعني احنا العالم فيه 8 مليار نسمه، لما يفضل الشغلانات تقل 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 الناس هتقعد تعمل ايه؟ الناس هتموت بعضها. الناس هتعمل ايه بالظبط؟ فدي مشكله. وان احنا ابتدينا نتحول الى مش زي من 100 سنه بنعتمد على العضلات والحركه وكده، احنا كله قاعد بتعتمد على كمبيوتر، فالموضوع حركتنا حتى بتقل، جسمنا بيتغير يعني. فالراجل عنده وجهه نظر يعني. فده جزء. الجزء الثاني اللي انا منبهر بيه انا شخصيا، حته البيج داتا اناليتكس، وده شويه مختلف عن الذكاء الصناعي، مرتبطين ببعض في حاجات، اللي هي فكره المعلومات الكتيره ازاي تحللها بحيث انك توصل لنتيجه، النتيجه دي تاخد عليها قرار. كان زمان الموضوع، هديك مثال مثلا، اوبر في العالم كله، كل الرحلات اوبر اللي بتتعمل في العالم، البيج داتا اناليتكس هيجمع بيانات او المعلومات على كل الرحلات دي، ويقول لك ان في ترند ان الناس بقت تعمل كذا، الناس بطلت تعمل كذا، الناس ابتدت تعمل كذا. فانت لما تشوف ان الناس ابتدت تعمل كذا، ممكن تعمل حاجه عشان تشجعهم على ده، او حاجه عشان تبعدهم عن ده. تفهم الكونسيومر بيهيفير بقى رايح فين فتخيل احنا بلد فيها 100 وشويه مليون نسمه، عندنا الحاجات الاف ام سي جي والصناعات الغذائيه ودي قويه جدا. انت كميه المعلومات اللي في دماغ كل وفي تليفون كل واحد من ال100 مليون دي، لو جمعت المعلومات دي وابتديت تعمل بيها تحليل للبيانات دي، انت طلعت يعني بكميه معلومات قويه جدا تخليك تاخد قرارات مختلفه تماما عن واحد مش عارف. تسويق بقى، بيع، تسويق، إعلانات. بيع، اعلانات. ايه المنتج اللي هم بيحبوا الابيض ولا بيحبوا الاحمر؟ ففي قصه كده مشهوره على فولفو في امريكا، وعشان تقولك عكس اللي احنا بنقوله ده بالظبط. فولفو في امريكا كان عندهم عربيات خضراء، وما كانش حد بيحب يشتري العربيات، سمعتها اكيد تقريبا. كان عندهم عربيات خضراء، ما حدش عايز يشتري عربيات خضراء، فنزلوا سعر العربيات الخضراء، فابتدت الناس تشتري عربيات خضراء اكتر، فالشركه افتكرت ان الناس بتحب العربيات الخضراء، فابتدت تنتج عربيات خضراء اكتر، وتخلي تمام. فدخلنا في سايكل غلط، هي من الاساس غلط. فاهم قصدي؟ لمجرد زي ما انت بتقول الجهل بالطلبات العامه بالديتا اللي معاها. فمهم ان انت تبقى دايما فاهم ايه اللي بيحصل يعني. فالبيج داتا اناليتكس، مش هقول لك لو مش يعني مش لازم تكون بتجيب البرنامج ومنزل البرنامج عندك وبتعرف تعمل يعني حاجات عظيمه، لكن على الاقل فاهم يعني ايه بيج داتا اناليتكس، تحليل البيانات الضخمه، ايه البرامج القويه في الحاجات دي. على فكره هو البيج داتا اناليتكس زي اكسل شيت بس مهول. فهي هنرجع تاني نقطه زي ساب، زي سيستم. هو البيج داتا اناليتكس لما بتركب هي بالظبط كده، كانك بتاخد برنامج بتوصله بالاس اي بي، بالساب، بالاوراكل، بالاودو، باي حاجه من البرامج دي، بيسحب منه معلومات، بيسحب معلومات من اكسل شيت، بيسحب معلومات من اي حته انت تديها له، وياخد الحاجات دي كلها يدخلها في بعضها ويطلع لك بتقارير. لما تفكر بقى كده، هو اكسل في الاخر يعني بيقدر يعمل لك تحليل يعني. فانت لو عندك الحته اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول، الاناليتكس او التحليل البيانات، هي بس على سكيل كبير جدا، ودي عليها طلب رهيب في العالم دلوقتي. فانت دي حاجات بقى زي البلوك تشين، انترنت اوف ثينجز، كريبتو، مش لازم تكون اعظم واحد في الدنيا، مش لازم، بس على الاقل تبقى متابع ايه اللي بيحصل. وهل الحاجات دي موجود منها في مصر وشرق الاوسط ولا لسه مش بالقطر؟ مصر ما شفتش كتير الصراحه، بس الشرق الاوسط كتير 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 يعني. بس في مصر اعتقد بدا يظهر داتا اناليسيس كتير. بشوف على لينكد ان. حلو. حلو. وده معناه ان يقول لك ان الشركات ابتدت تكتشف ايه، ودي من الحاجات اللي الناس ممكن تتجه للاتجاه ده. لو انا النهارده خدت قرار غلط، انا ممكن اروح ادفع $1,000,000 بسبب الغلطه دي، و$1,000,000 مش رقم كبير عند شركات كتيره يعني. انا ممكن اعين واحد اديله 300-400 الف في السنه،
ويحميني من كل الغلطات دي، لان هو هيفتح لي عيني على حاجات انا ما كنتش شايفها. وفي الشركات ما بتبقاش مليون جنيه. بالظبط، انا بدي مثال بسيط يعني. في- فالشركات ابتدت تقول انا اجيب برنامج تحليل بيانات، انا عين ناس داتا اناليست مثلا. ليه؟ هو مش بيعينه عشان حبا في التايتل يعني، هو بيعينه عشان بيوريه حاجه هتوفر له ملايين، توفر عليه مصاريف ثانيه كتير. بالظبط. مجال السبلاي تشين ما كانش فيه الكلام ده كتير. من 10 سنين ما كانش فيه، كان صفر اخرك تعمل اكسل شيت كبير تحلل فيه اي حاجه انت عايزها. دلوقتي كل حاجه بقت اوتوميتد، فوركاستنج اوتوميتد، سبلاي بلاننج اوتوميتد، كل الحاجات دي اوتوميتد. وفي حاجات بسيطه بقى فيه، ودي برضو حته ممكن تفيد الناس. سبلاي بلاننج، برودكشن بلاننج، ديماند بلاننج او فوركاستنج. الحاجات دي ما تتخيلش ان انت لازم برنامج $50,000 عشان يعمل لك الحاجات دي. حرفيا بقى في برامج دلوقتي $100 و$200 يعمل لك كل الكلام ده. مش هيعمله لك بجودة خطيرة، ممكن تعمله بالاكسل. ممكن تعمله بالاكسل صح، وفي ناس شاطرة جدا في الاكسل تعمله، وفي برامج ارخص. فانت يعني انا قصدي دايما حاول تشوف الاوتوميشن بتاع اللي انا بعمله ده. يعني انا دايما اقول للناس ايه، لو لقيت حاجه بتاخد منك وقت كتير قوي وبتعطلك كتير قوي، يعني واحد يجي يقول لي مثلا انا الريبورت ده، انا حرفيا لسه سامع الجمله دي بالظبط، انا عندي 3 بيشتغلوا 3 ايام عشان يطلعوا الريبورت ده. لسه سامع الجمله دي من مدير في السعوديه كمان في شركه كبيره. قلت له يبقى في حاجه غلط، في حاجه غلط واضحه. 3 ايام يعني انت خسران 9 ايام شغل عشان الريبورت عشان واحد. تعمل ريبورت. اكيد في حاجه بتعمل له اوتوميشن، اكيد في حاجه. يعني احنا عايشين سنه 2023 يعني، استمتع باللي احنا فيه يعني. الحاجات دي النهارده اي حد يعني حتى لو كبير في السن لازم يحاول يفهم، على الاقل يبقى متابع بس ايه اللي بيحصل. مش لازم يكون خطير، ولو عرف يدخل حد في المجال ده ويفهم ويقرا ويبقى اشطر طبعا يكون افضل يعني. فدي من الحاجات السكيلز اللي بقت النهارده اساسيه يعني في اي في حياه في كل الشركات بقى على فكره. وهي ملهاش دعوه بس بالسبلاي تشين، فاينانس، ايكونومكس، اكاونتنج دي من الشغلانات اللي عليها علامه استفهام خطيره جدا مع البرامج. هي بقت كل حاجه خلاص على السيستم. يعني, يعني ملايين طالعه نازله، واحد بيبقى قاعد بس بيعملوش هو بس بيعمل بس الامضه بتاعت وهي القيد بالظبط. والامضه بتاعت القيد دي اكيد ممكن تتحول لاوتوميشن. فانا النهارده اي واحد في كليه تجاره او خريج كليه تجاره لازم تسال نفسك كويس قوي. على فكره مش بقول اللي انت اتعلمته هو مش هينفعك، بالعكس هينفعك جدا. هيشغل، انت فاهم الحاجه بتتعمل ازاي اصلا. بس لازم تسال نفسك طب بعد 10 سنين هتبقى شكلها ايه. اكيد مش هنقعد نعمل الحسابات اكاونتس بيبل واكاونتس ريسيفبل وفاتوره ودخل الحاجه دي على السيستم زي ما بنعملها دلوقتي، مستحيل. هو الموضوع وصل للدكاتره، وصل للويترز نفسهم. شفت الروبوتس اللي بيقدم في المطاعم دلوقتي، عمليات دلوقتي من غير دكاتره. هحكي لك قصه. اتفرجت على فيديو مرعب الحقيقه، واحد صاحبي هو اللي بعتهولي. شركه سويديه لو انا فاكر مظبوط يعني، شركه سويديه ابتدت تعمل برنامج لاداره المطاعم والكافيهات. والبرنامج ده فكرته ان هو بيجمع معلومات بالوقت، ويبتدي بالمعلومات دي يبتدي يوجه الناس انها تمشي في اتجاه معين في جوه المطعم. يعني على سبيل المثال مثلا دي اللي كنا نسمعها زمان كتير، لما المطعم يبتدي يبقى زحمه، ماكدونالدز يبتدي يبقى زحمه، يحطوا مزيكا وحشه ويعلوا الصوت عشان يمشوا الناس بسرعه. عشان يمشوا الناس بسرعه. البرنامج بقى يعمل كل ده، بقى يشوف الناس اللي قاعده جنب الشباك بتطلب ايه، والناس اللي قاعده ورا بتطلب ايه. الناس اللي لما بقدم طبق معين ليه ريحه معينه، دايما في خلال النص ساعه اللي بعدها في 2 تانيين بيطلبوا نفس الطبق ده عشان شموا الريحه. ومن غير ذكر اسماء كتير نروح مولات ونشم حاجه ونقول ايه الله شمم ريحه المعرفش ايه، تعال نجربها. تعالى ندخل ده لا ده انا عايز اجرب ده. فالبرنامج بقى اللي هم عملوه ده كله كده بقى يتحكم في المزيكا اوتوماتيك. المكان العدد الناس قليله يحط المزيكا اللي بتقعد الناس.
الناس بطلت تطلب، يحط حاجه يطلع ريحه يتحكم في الروايح اللي داخل المطعم، فيطلع لك ريحه من المطبخ وبيدخلوها في السقف وكده يطلع لك روايح معينه. فانت لما لاحظوا مثلا ريحه مثلا القرفه الناس بتطلب بعدها قهوه مثلا، يعني على سبيل المثال، فابتدوا يتحكموا كده. الناس دول فتحوا مطعمين لحد دلوقتي او 3 حاجه كده في امريكا، وواحد في السويد، وواحد في امريكا في لوس انجلوس، ده اللي كانوا عاملين عليه الكيس ستادي وعايزين ينتشروا في العالم كله. بس لما تفكر في المستوى ده تكتشف ان اي حد النهارده بيفكر يفتح مطعم، انت بتدي فكر بنفس الطريقه دي. الناس اللي بتقعد هنا بتطلب ايه، الناس اللي بتقعد هنا بتطلب ايه، الناس بتجيلي الساعه كام، انواع الناس اللي بتجيلي ايه، ستات رجاله اطفال، كل الحاجات دي بقى بتدخل في برنامج وبيطلع لك. مركبين كاميرات في المطعم بيشوف الناس وهي داخله، فلو كبار في السن بيشغلوهم مزيكه كبار في السن، لو صغيرين يشغلوهم مزيكه صغيرين، كل حاجه البرنامج متحكم في كل حاجه في المطعم. ف يعني حاجه بسيطه زي مطعم، زي فكره المطعم خالص، داخل تاكل كشري مثلا، تخيل ان الموضوع تحول الى بيج داتا اناليتكس وارتفيشال انتليجنس، والبرنامج ده بقى بيحوش المعلومات يحتفظ بيها، يجي لتاني يوم يبقى اشطر شويه، يجي بعد اسبوع يبقى اشطر واشطر، تيجي المره الجايه يبقى عارف انت هتطلب ايه. بعد 5 سنين تخيل بقى هيبقى عامل ازاي، هيبقى عارف كل حاجه عننا يعني. فمرعب يعني. بس فدي من الحاجات اللي لازم اي حد يبتدي يفكر في كل حاجه الجديد وصل فين، مش ما نفضلش في مكاننا يعني. انت سافرت بره واشتغلت طبعا في مصر، سافرت السعوديه، امارات، بحرين، اوروبا. ايه الفرق بين المصري والعربي والاوروبي؟ دي اول حاجه. كموظف، كطالب، كمدير حتى. وفرص المصريين ايه احسن لهم من مصر؟ في كتير لما بيتخرجوا بيبقوا عايزين يسافروا، يبداوا المشوار من بره. اوكي. يعملوا ايه؟ وفي نفس الوقت بعد الموضوع ده عايزين نتكلم اللي بيتخرجوا جديد. في كتير بيبقوا عايزين يبداوا مشاريع، يبدا ستارت اب بقى ويشتغل ويشوف حياته قبل ما يخش يشوف اللي قبله في الكوربريتس عملوا ايه، يتعلم المدير ليه، الحاجات دي كلها، الخلطه دي. انت زي ما انت قلت، انا اشتغلت افريقيا كتير، اوروبا، خليج، اسيا، امريكا. الملاحظه اللي كل مره بتاكد منها ان المصريين شاطرين بشكل مش طبيعي، شاطرين بشكل مش طبيعي، اذكياء، اللي هو بيسموها ستريت سمارت. انت بتدخل على المشكله وتفهم الموضوع بسرعه. اللي احنا بنقولها بشكل نيجاتيف شويه او شكل سلبي شويه، حته الفهلوه، هي حاجه حلوه لو اتوظفت في المكان الصح. المشكله الوحيده في الكونسيستنسي، في الالتزام، ان نفس الاداء كل مره، ان انا هبقى في يوم ماليش مزاج بس هروح علشان انا لازم اعمل ده اللي ما عندناش. ده اللي دايما الكوره بيقولوا كده في كل حاجه، يقول لك اللعيب المصري مش بيركز 90 دقيقه في كل حاجه. شو مشكله التركيز ومشكله الكونسيستنسي دي، هي المشكله الرئيسيه عند المصريين دي كافراد. وخد امثله محمد صلاح مثلا، هو دماغه رشقه في حاجه واحده، هعملها وهعملها حلو. دايما يقولوا ان الناس بتخلص التمرين وتخلص الجيم وهو بيكمل، بيزود من عنده كل يوم لمده 300 مثلا يوم في السنه. دي مش جايه من فراغ، دي جايه من طبعا حابب اللي هو بيعمله، بس في جزء التزام. الالتزام ده اللي مش موجود. بص على مواعيدنا، على الحضور الصبح. انا هحكي لك قصه يعني باختصار كده. رحت ادرس في امريكا، كان عندي مرتين، مره كنت رايح ادرس 3 اسابيع ومره رايح ادرس اسبوعين. الكورس مفروض يبدا الساعه 8 الصبح. لقيت الراجل بيبعت لي، اللي مسؤول زي الاتش ار يعني، بيبعت لي قبلها بيقول لي ممكن نبدا 7. قلت له ليه؟ قال لي علشان الناس عايزه تبتدي بدري عشان تخلص بدري. قلت له ماشي. دخلت اول يوم هناك، الناس قالت لي ممكن نبدا 6، وفي الاخر ابتدينا 6:30. بقينا الاسبوع بنبتدي 6:30. 6:30 ادخل الساعه مثلا، انا دايما بحاول اروح بدري على الاقل نص ساعه تلت ساعه، طبعا بصحى في الضلمه.
واللي كان مشوار كمان، فبصحى في الضلمه انا مستغرب ايه يا جماعه اللي انتوا بتعملوه فينا ده، يعني احنا ليه، ما احنا اليوم طويل اهو، ما هنصحى بدري وبراحتنا. ادخل الساعه مثلا 6 الاقي على الاقل كانوا حوالي مثلا 20 واحد، تلاقي مثلا 14 واحد قاعدين قبل الميعاد بنص ساعه. الناس واخده الموضوع بتركيز شديد، هنقعد نشتغل وادخل الصبح في النص ساعه دي الاقي ناس بتسالني انت امبارح قلت كذا بس انا ما كنتش فاهمه قوي. انا ما بتسالش ده في الدول العربيه كلها بما فيها مصر، ما بتسالش الحاجات دي. الناس بتصدق احنا هنخلص امتى، اول ما بدخل الصبح هنخلص امتى، الاكل امتى، هنخلص امتى، الاكل امتى، البريك امتى، هنخلص امتى. دي ما شفتهاش هناك حقيقي. انا كنت منبهر يعني. كان في statistics كده معموله قريب على الدول اللي فيها اقل عدد اجازات في السنه واكتر عدد اجازات في السنه. احنا مش اكتر ناس واخدين اجازات في السنه يعني. اعتقد ايران كانت اكتر دوله بين 57 يوم حاجه، رقم ولا حاجه 40، رقم عالي جدا يعني. لكن احنا برضو عاليين، احنا من الناس اللي اعتقد حاجه و30 يوم غير ال 30 ولا ال 20 يوم الرسمي بتوعك، غير ال 21 يوم الجمعه والسبت وهكذا يعني. بس الرغبه في العمل دي مش دي مشكلتنا. في برضو statistics تانية، احصائيات دايما بتقول ان النجاح، يعني كان في حد بيبالغ اعتقد شويه يعني، بيقول لك 10% موهبه و90% التزام. فانت ممكن تكون موهوب بس مش ملتزم. وعندنا امثله يعني، لو عايزين لعيبه كوره، في امثله لعيبه كوره كتير موهوبين بس اللي هو ماتش بيلعب وماتش بيتخانق وماتش ملوش مزاج، واصل حد غلس عليه في الركنه فدخل نيل الدق واتنرفز واتعصب كان في فيديو قريب كده لمحمد صلاح في ماتش، كان في ناس شدت مع بعض، صلاح واقف بعيد بيبص كده. عجبني جدا المايند سيت. مش جاي اتخانق ولا جاي افك، هو مش عايز يطلع بره حاله التركيز اللي هو فيها. هو مركز دلوقتي. اتخانقوا، انا مش عايز اتخانق، انا مركز في حاجه معينه، انا عايز اوصل لحاجه معينه، انا في هدف قدامي ثابت يعني. فكمصريين ما شاء الله حقيقي. كان في برضو بيقولوا ال 90% دي اتيتيود. واتيتيود، ما هي ده جزء من الاتيتيود، ان انت تبقى ملتزم واضغط لازم تضغط على نفسك. مفيش حاجه اسمها ما تضغطش على نفسك. لو ما ضغطتش على نفسك مش هتعمل، مش هتوصل لحاجه غيرك مش قادر يعمله. هتبقى زي كل الناس. فكر فيها كده. انا بحب جدا اقعد اتفرج على الافلام بتاعه الناس اللي بتنجح. النمر الاسود مثلا يعني، وده مثال ان هو واحد برضو اتبهدل. صلاح بدايته ما كانتش اسهل حاجه. كان في قريب الفيلم اللي خد اوسكار بتاع سيرينا ويليامز بتاعه التنس، هي واختها. ايه احتماليه ان 2 اخوات الاتنين يبقوا بطلات على مستوى العالم؟ ايه الصدفه الغريبه دي؟ ما تحصلش، مش طبيعي. هو بيحصل واحد كل قريه ولا كل مدينه يطلع واحد. ازاي عيله واحده، اسره فيها 4-5 اشخاص، يطلع منهم 2 بطلات؟ علشان حياتهم كانت ماشيه في طريق هبقى بطل، هبقى كونسيستنت، هعافر، هقاوح، هتعلم، هتعب، هروح التمرين. وحتى في الفيلم بيجيبوا فيه حته كده، يروحوا التمرين والدنيا بتمطر، بيتمرنوا والدنيا بتمطر عليهم جامد، وبيقولوا لباباهم احنا مش قادرين نلعب. قال لهم لازم تلعبوا وتتعلموا انه تلعبوا والدنيا بتمطر. وفعلا عشان كده كانت سيرينا ويليامز يعني احد عظماء لعبه التنس، ما كانش حد بيقدر عليها يعني. اعتزلت حاجه و40 سنه من كتر ما هي مسيطره يعني. فالمصريين اشطر ناس. لازم يبقى الناس عندها ثقه في نفسها كبيره جدا جدا جدا. ينقصنا الالتزام ده كافراد. بالشكل الاكبر بقى المنظومه. كنت لسه اقول لك المنظومه طبعا. اوروبا وامريكا والله العظيم كنت بقعد اشرح الحاجه 10 مرات، بس وانس فهمها واتحطت في السيستم بتاعه خلاص. كل مره هتتعمل بنفس الطريقه صح، كل مره هتتعمل بنفس الطريقه صح. خلاص مفيش غلطات هتطلع. طلعوا بره السيستم حوسه. اعمل ايه؟ مكنه. المكنه دي مفيده في الشغل. عشان كده دايما بنعمل، حتى في المصانع بنعمل حاجه اسمها ستاندرد اوبريتنج بروسيجرز، اللي هي الاس او بيز، اللي هي انا عايز الحاجه تطلع كل مره بنفس الكواليتي. ما ينفعش ابقى بطلع دي مره كواليتي حلوه ومره وحشه واقول غريبه قوي الناس ما بتشتريش ليه البضاعه بتاعتها. ينفع تشتري عربيه مرسيدس وبعدين تلاقي مره اصل الكواليتي ما كانتش كويسه؟ هي اتس اباوت كونسيستنس. اسطمبه.
البروسيس لازم تطلع نفس المنتج في اخر مره بنفس الجوده. عشان كده انا دايما اقول لاي حد بيشتغل في اي حاجه، فكر في البروسيس، ما تفكرش في الحدث في الاشخاص حتى. او في الاشخاص. كام واحد مننا راح يجدد بطاقه ولا يطلع باسبور ولا يجدد رخصه ولا يجدد رخصه عربيه ولا يعمل توكيل وما سالش نفسه هو ايه اللفه اللي انا لفتها دي؟ ليه اللفه دي؟ ما انت اللفه دي عباره عن بروسيس، خطوات. هل حد قاعد مسك الخطوات دي وقاعد يسال نفسه انا الخطوه دي والخطوه دي ممكن اخليهم ايه ليه لازمه وايه ملوش لازمه، وايه اللي ليه لازمه وايه؟ طب ليه لازم اروح اجيب دمغه؟ انا فاكر دي كويس قوي لان انا بس الكلام ده من زمان الحقيقه، يعني من يمكن 10 15 سنه. انا فاكر مره كنت في بطلع باين باسبور او حاجه كده، قال لي لازم تروح تجيب دمغه. قلت له طب مش معاك؟ قال لي لا مش معايا، دي في مكتب البريد. فاضطريت اسيب المكان واروح للبريد اجيب الدمغه وارجع. الكلام ده قديم شويه طبعا، الدنيا اتغيرت دلوقتي، بس ده يقول لك اللي هو طب ما تحط دمغه جنبك، ما ده الدمغه دي عليها سعر اصلا، يعني خد 5 صاغ زياده ولا الكلام ده قديم يعني. فانت دايما فكر في البروسيس. لو البروسيس اتظبطت هنبقى زي اوروبا وامريكا بمنتهى البساطه، يعني بمنتهى البساطه. والدليل على كلامي كميه المصريين اللي بيسافروا بره وينجحوا. يعني خليج هتلاقي، اوروبا هتلاقي، كل حته دلوقتي بتلاقي مصريين وما شاء الله عليهم. هو الناس دي مش يا جماعه مش معموله من حاجه مختلفه، يعني هو نفس الشخص اللي كان موجود في مصر، هو كل الفرق ان هو اتحط في المنظومه المختلفه والمنظومه اجبرته على الالتزام. انا فاكر كويس قوي، انا مره كان عندي ميتنج في شركه شل، كنا زي تيم ميتنج كل الناس بنتقابل، كان اجتماع في باريس لمده 3 ايام مع مديرتنا، واحنا كنا حوالي 12 14 واحد. انا فاكر مره الصبح دخلت 5 دقايق متاخر، ومش هنسى بصه الناس ليه وانا متاخر 5 دقايق، وبالذات مديرتي راح بصالي كده اللي هو يعني هي فاهمه كويس قوي ان انا مش عايش في المدينه دي وجايه بمواصلات وعندي 100 عذر، ولا فرق معاها الكلام ده، وكانت انجليزيه، وراح بصالي كده اللي هو انت ازاي متاخر؟ فاهم قصدي؟ مفيش ال5 دقايق دي مش مقبوله. ف يعني بس عدت الحمد لله. لا عدت، كله بيعدي. فبس لو حد عايز يشتغل بره مصر طبعا يقدر يشتغل بره مصر. لازم تدور على الشغلانات المطلوبه بره مصر حاليا، حته السوفت ويرز والبروجرامينج والاي تي بشكل عام، وطبعا الاناليتكس والديتا والكلام ده بيطلبوا بره مصر. انا فوجئت بكميه الناس اللي بتسافر، ما اعرفش تعرف ولا لا، كميه الدكاتره اللي بيسافروا انجلترا دلوقتي لدرجه ان مصر مثلا عندها مشكله ان الدكاتره بنقعد نربي فيهم لحد 23 سنه وبعد كده متشكرين قوي، فرصه سعيده. ده لسه بيناقشوا قانون مجلس الشعب ان هو يدفعوا الدكتور حق تعليمه في كليه الطب لو قرر يسافر. ايه رايك في القرار ده؟ لا هم لسه بيدرسوه، اتمنى يعني يقفلوا الدراسه دي. انا استغربت من حاجه، هو ما سالش نفسه ليه الدكتور بيمشي، بس قرر ان هو يحط فلوس غرامه على الدكتور اللي مشي. مش ازاي قعدوه، مش ازاي قعدوا، حسيت ان في ازاي ما مشيهوش. حسيت ان في طب انت عايز تمشي، طب انا هجبرك انك تقعد. بس هو لو حتى اجبر ان هو يقعد مش هيبقى قاعد سعيد ومش هيدي ومش هينتج ولا هيعمل اي حاجه، وهيعرف يمشي في الاخر ومش هيرجع لك تاني. بالظبط. اسال نفسك هو ليه عايز يمشي؟ عايز يمشي عشان بيتضربوا يمكن في الطوارئ فده اللي سبب اللي خلاه عايز يمشي، وهكذا. فنفكر في الروت كوز، السبب الجذري للمشكله، ليه الناس عايزه تمشي، ليه الناس عايزه تعمل الحاجات دي، وتسال نفسك. هو ده بدايه الاصلاح يعني، مش ان انا هعاقبه وهكتفه. ما حدش بيتكتف يعني، احنا يعني في الشغل ما حدش هيقدر، ما حدش هيجبر حد. اصلا لو معاك شهاده مطلوبه بره. بالظبط. وانت محتاجها هنا طبعا، وانت محتاجها هنا. في دول كتيره بعد الكوفيد فتحت البيبان تماما لممرضين، ودول الخليج كلها لو انت دكتور او ممرض تاخد 10 سنين اقامه في الامارات من غير ما تعمل حاجه، بحاجه بسيطه كده. ليه؟ علشان هم عايزين دكاتره، عايزين يقعدوهم عندهم. انجلترا بتعمل نفس الحاجه، الشغلان سنه ولا سنتين بقيت دكتور في انجلترا. احنا جالنا ريكويست في الكويت، بس كناش عايزين يعني من مصر، ريكويست توظيف، كان عايزين يعملوا دكاتره بمرتب شهري 1,000,000 جنيه.
بس كانوا عايزين يعينوا من يعني في انا عارف في الفيزا اللي المصريين في الكويت فيها مشكله. هم مش بس مصريين، آه. هو كله يعني بيمشوا بس كانوا الرقم عايزين دلوقتي. اكتر من بلد كان مرتبها. طبعا. فليه الناس دي، وامثله بقى كتيره يعني، مش يعني بس ده يقول ايه؟ ان الناس شاطره بلا شك، الناس شاطره، الناس مجتهده وعايزه تتعلم واذكياء ما شاء الله جدا جدا حقيقي. والله العظيم انا بدخل في حتت اللي هو انا لو بشرح دلوقتي المصريين كانوا خلصوا الموضوع ده من 3 ساعات. كتير بيحصل لي الموقف ده، ابقى بشرح الحاجه يا جماعه اللي هو انتوا ايه اللي مش فاهمينه، او او ايه اللي فاهمين، او ازاي ده مش واضح يعني، فاهم؟ فدي حاجه. الناس تسافر ولا ما تسافرش، انا طبعا مع فكره السفر، مش سفر بهدف الهجره، انا مش قصدي هجره. دايما التغيير مفيد، التغيير دايما مفيد، دايما مفيد، مفيش حاجه فيها التغيير مش كويس. روح سنتين البلد الفلانيه، سنتين البلد الفلانيه، سنه البلد، 5 سنين البلد الفلانيه، لو عندك يعني حتى فرصه. كنت دايما تقول حتى ما تقعدش في شركه اكتر من سنتين. ما تقعدش. انا ما قعدتش، انا قعدت 17 سنه في 5 شركات. اكتر شركه قعدت فيها شال 5 سنين، الباقي كله 3 سنين واقل، وكنت بمشي. ليه؟ علشان خلاص يعني خلاص انا فهمت اللي بيحصل ومفيش حاجه جديده. ولو فضلت قاعد في المكان هتحول الى واحد. انا لما مشيت من شال الناس كلها قعدت تقول انت مجنون، بما فيهم ابويا وامي ومراتي. انت ده اللي انا بعاني منه. انت في وعيك؟ انت تسيب شل وانت دلوقتي مدير مسؤول عن حاجات في اوروبا وحاجات في افريقيا كلها، وما بتقعدش في مصر وطول النهار بتسافر؟ قلت لهم لو قعدت اكتر من كده هتحول الى شخص ما بعرفش اعمل حاجه غير اللي هم بيقولوه لي ده. والعالم كله بره لسه العالم كبير ومليان حاجات. فانت لما فكره انك انت تسافر بهدف ان انت تشتغل، او حتى وانت قاعد هنا دلوقتي كل الشغلانات فيرتشوال. انت ممكن تبقى قاعد هنا وتشتغل مع، انا اعرف ناس كتير شغالين قاعدين في مصر، شغالين مع امريكا وشغالين مع كينيا. والله في شركه في كينيا بتعين كل الريكروترز والاتش ار بتاعهم من مصر هنا. طبعا كل حته ممكن تشتغل في اي حته من وانت قاعد قدام الكمبيوتر. حلو، لانك انت هتبتدي تكتشف ايه ده. هو انا كنت فاكر ان انا واضح جدا، بس الناس مش شايفه ان انا واضح. ايه ده الناس بتقول حاجات انا مش فاهم اصلا بيتكلموا في ايه، وهكذا بقى هتبتدي تفكر بطريقه مختلفه. فانا من الناس اللي الصراحه بنصح بقوه مع التغيير بقى، مع فكره ان انت تسافر وتشوف حاجه تانية وترجع، هترجع بقى شخص تاني شايف حاجه مختلفه. طيب قبل ما نخش على السبلاي تشين نبدا نتكلم على اللي بيتخرج جديد يبقى عايز يفتح مشروع، ليه يفتح ستارت اب. كارير الكوربريت نفسه او كله بمجمله مش بيبقى لايد عليهم، يبقى عايز يبقى يفتح، عنده فكره عايز يطبقها. في اتجاه ماشي ان انت لا انزل وجرب وعيش حياتك، في اتجاه لا اشتغل شويه في مالتي ناشونال اتعلم منها، انزل كوربريت، انزل اشتغل مع مدير، انزل اشتغل مع تيم، شوف الدنيا شغاله ازاي، سؤال شغال ازاي، ومنه ابدا اللي اتعلمته ابدا طبقه على المكان بتاعك. انا من المدرسه التانية الصراحه، فكره ان انت لو انت عندك، اصل هي دي بيسموها الانتربرينوريال سكيلز، انت عايز تبقى تعمل حاجه لوحدك. وبيني وبينك المجتمع والميديا جات لها فتره كده كانت بتنمي فكره اعمل اللي انت بتحبه والحريه والشغف وامشي ورا لا، مع احترامي الشديد مفيش حاجه اسمها شغف في الشغل. يعني في طبعا جزء، بس مش ان انا كل همي في الحياه ان انا اصلا انا بعمل اللي انا بحبه. لا، مفيش حاجه، في حاجات في الشغل ما بتحبهاش طبيعي. انا في راس مثلا في حاجات انا صعب عليا. انا اول ما اتخرجت واحد مهندس تيجي تفهمني حاجات حسابات وكده، انا حمار مش فاهم اي حاجه، بس لازم افهمها. فمره في مره هتفهمها. انا من المدرسه لا، مش لازم تروح مش لازم تروح مالتي ناشونال، لازم تروح تشتغل في حته عشان تفهم حاجه. النهارده الانتربرينور ده اللي بيفتح بيزنس ده عباره عن ايه؟ سي او بتاع شركه، فاهم بالزبط. حسابات وفاهم تسويق وفاهم بيع وفاهم فاهم كل حاجه. انت وانت عندك 21 سنه 22 سنه 25 سنه فاهم كل حاجه في الدنيا. اشك بصراحه يعني بيحصل فلاتات، طبعا بيحصل فلاتات، لكن في احصائيه كده كانت معموله برضو في امريكا، معرفش في احصائيات كده في الشرق الاوسط ولا لا، من كل 100 مشروع بيفتح 90 مشروع بيقفلوا في اول سنه.
ده امريكا. ومن ال10 الباقيين 9 منهم بيقفلوا في السنتين اللي بعدهم. يعني 1% اللي يعني 1% بعد 3 سنين هو اللي سرفايفد. ليه؟ لان انت طبيعي ان انت ما عندكش كل المهارات، انت مش فاهم كل حاجه. ودي نقله انا شخصيا حصلت لي لما كنت بشتغل في الشركه، كمبيوتر فيه مشكله، بعمل ايه؟ بتكلم الراجل بتاع الاي تي يجي يحل لك المشكله. انت هتحلها لنفسك. دلوقتي مفيش حد بتاع الاي تي، انت اللي لازم تحلها لنفسك. ودي كانت صدمه في الاول، لان انا مش شاطر في الحاجات دي، انا مش شخص شاطر في الحاجات دي. فلازم ادخل على يوتيوب اتفرج على فيديو ازاي عندي مشكله كذا، وابتدي امشي ورا الفيديو، خطوه بوز، اعمل الخطوه اللي قالها، اعمل الخطوه، اشتغلت، لا ما اشتغلتش، ده بيقول كلمه هنا طلعت لي مش قايلها في الفيديو بس مش فاهم معناها، فادخل على جوجل اكتب and so on. مهم ان انت على الاقل شويه مهارات تفهمها من العمل في مكان منظم، وبعد كده انقل بقى على اللي انت عايزه، تنقل التجربه دي على المكان بالظبط. وهتطلع بشويه حاجات كده دخلت الدماغ، قاعده ممكن ما تحسش ان انت اتعلمت. على فكره حتى لو رحت مكان وحش ملخبط، الدنيا فيه ملخبطه، مكان بيخسر، الناس فيه بايخه، الناس فيه مش متعاونه، البروسيس فيه بايظه، فانت بتتعلم ان دي يا جماعه البروسيس البايظه. فانت لما هتروح شركتك تقول انا شركتي القديمه كانوا ضايعين في الحكايه دي، انا هعملها بقى بالطريقه اللي على مزاجي المنظمه. فانا رايي ان لا، جو اتعلم شويه علشان ما تقعدش تشتغل 3-4 سنين وبعدين توصل لنتيجه وحشه فتزعل فترجع تاني من الاول وهكذا يعني. وبعدين انت لسه الحياه طويله على فكره يعني، ان شاء الله يعني. فما في ال20 خلص. يعني العشرينات اعتبرها في بالظبط العشرينات مرحله تعليم. للاسف التعليم مش بيطلع حاجه حد، وكلنا متفقين على كده يعني. هي التجارب هي اللي هتعلمك، والانترنشيبس والتدريب في الشركات هو ده اللي انت بتتعلم منه. لكن انت هتقعد تفكر ان انت فاهم كل حاجه يعني. خلينا نتكلم عن اهم حاجه جايين لها النهارده، وهو السبلاي تشين. كارير سبلاي تشين هو خلينا نقول اتجاه كبير جدا من اي شركه صناعيه بتتجه له، بالادارات الكتير اللي جواه، بالحاجات دي كلها. وفي نفس الوقت اقل محتوى عربي موجود على الانترنت ككورسز هو في السبلاي تشين. صح. فبالتالي الناس بتلاقي صعوبه جدا في المجال ده. دايما صح. بتلاقي اغلب الناس اللي دخلوا المجال ده دخلوه، مش عايز اقول باي لك، ولكن دخلوه شغال في اداره تانية جوه الشركه فدخلوا، حصل عجز في اداره فدخلوا، محدش بدأوا من اوله الا قليل جدا. صح. ايه المجال، نشتغله ازاي، اللي متخرج جديد يعمل ايه عشان يشتغل في المجال ده، ايه الكورسز، ايه الشهادات؟ طيب دي حاجات كتيره قوي. طيب خلينا نبتدي واحده واحده. سبلاي تشين اللي هي سلسله التوريد او سلسله الامداد، اللي هي ببساطه اي حاجه من ساعه ما نصنع شيء لحد ما يوصل للعميل النهائي. تمام. ده يشمل مش بس المصنع، يشمل المخازن، الشحن، النقل، التصنيع طبعا. تمام. دي الخطوات كلها. فلو انا بجيب الشيء ده جاي من الصين، ففي خامات حد وردها للمصنع ده عن طريق اتفاق او عقد حصل، وبعدين الخامات دي وصلت في المكان ده، اتصنعت لمنتج نهائي، المنتج النهائي ده طلع قاعد في مخزن، وبعدين اتشحن في كونتينر راح لمينا، وبعدين من المينا دي راح لمينا في دولة تانية او في قارة تانية، وبعدين اتنقل على مخازن، وبعدين وهكذا. كل السايكل دي من اولها لاخرها. ده المجال ببساطة. قبل الكوفيد كان الموضوع يمكن مش معروف قوي، بعد الكوفيد العالم مقلوب على السبلاي تشين، على النقل وعلى كده. حتى مجلة فوربس طلعت سنة 21 في ديسمبر، العدد الأخير من السنة، قالت The Year of Supply Chain، سنة سلسلة الإمداد، لأن دي السنة اللي بان قوي فيها ايه ده، هي الحاجات دي مش بتيجي لوحدها. ايه ده، احنا الحاجات دي مش بتيجي في مركب وخلاص، مش بتيجي كده ببساطة. والكوفيد بس وضح شوية أزمات في الماسكات، أزمات في الأكسجين. معرفش لو حد خد باله، كان في أمريكا من حوالي سنة أو سنتين في أزمة في لبن الأطفال، أزمة طاحنة في لبن الأطفال. أيام الكوفيد كنا نسمع إن دولة جاي لها شحنة ماسكات، دولة تانية استولت عليها، فابتدى الموضوع يبقى باين شوية.
انا بحب المجال ده طبعا، طبيعي بحبه بحقيقي، فانا رايي يمكن يبقى متحيز شويه واقول للناس خشوا المجال ده، ولكن انا بشوف ان مهما حصل هيفضل الحاجات دي بتتحرك وبتتنقل وكل حاجه. يعني قبل الكوفيد الناس كلها كانت بتقول لك جيب من الصين، بعد الكوفيد الناس رجعت امريكا واوروبا قال لك ايه لازم نبتدي نصنع عندنا. تغيير استراتيجي اصلا بعد الحرب بتاعت بعد الحرب اوكرانيا الموضوع. فانت هيفضل دايما في الدنيا ان الصين عنده حاجه والسويد عنده حاجه وامريكا عنده حاجه واليابان عنده حاجه، وعايزين نتبادل الحاجات دي. فهيفضل المجال ده مش هيختفي. عايزين نصنع حاجه هنفضل محتاجين نصنع حاجات ما فيهاش. فدي يمكن من المجالات اللي بحس انها مش هتختفي بالاي اي، ولكن هتتطور وهتتغير فور شور زي كل حاجه يعني. ابتدي ازاي لو انا لسه متخرج؟ ايا كان اللي انت اتخرجت منه، انا بشوف ناس بتشتغل في سبلاي تشين من حاجات مختلفه جدا. هندسه مرتبطه اكتر بالمصنع، لكن بالانتاج بالظبط. لكن لو انا بعمل اي حاجه تانية انا ممكن اشتغل في مجالات كتيره. عندك البروكيورمنت، المشتريات، مجال خطير جدا. انا في رايي ان هو very underestimated، يعني الناس مش مقدره القوه اللي في مجال المشتريات، مش مقدراها. الاداره دي لو بتعمل استراتيجية مظبوطة ممكن تشقلب حال الشركة كلها. ده مش مجال محتاج دراسة، قليلة جدا الجامعات اللي فيها حاجة للأسف. طبعا احنا مفيش حاجة، مفيش الأكاديمية البحرية على شوية هندسات أقسام مختلفة. ما أعتقدش إن في حاجة تاني بتدرس سبلاي تشين يعني بتفاصيل قوي يعني. في دول كتير حوالينا عندهم دلوقتي بكالوريوس سبلاي تشين بالتحديد يعني. ولكن حتى لو انت خريج حاجة بعيدة خالص عن ده تقدر تخش فيه. كل اللي محتاج تشوفه، انا دايما اقول السبلاي تشين فيها، انا كنت اخر مرة عديتهم يمكن 12 شغلانة او 14 شغلانة. عايزين نعرفهم بقى كلهم والله. خلينا يعني اخدهم بالترتيب كده. عندك المشتريات، فالناس اللي بتشتري الاول خلينا نفترض انها بتشتري خامات، فالناس اللي بتشتري الخامات، وبعد كده الناس اللي بتشتري دي ولحد التعاقد، ودي بيدخل فيها الجزء الليجل او القانوني وده مش تبعنا، بس الناس اللي بتعمل الاتفاق مع الموردين. مش خامات بس طبعا، خامات مش خامات بس، سبير بارتس، المشتريات عامه. مشتريات عامه، انت ممكن تشتري تدريب، ممكن تشتري خدمات امن، ممكن تشتري علاج، ميديكال انشورنس، تامين صحي. كل ده طبعا مشتريات. فمش لازم في حاجه صناعيه، ده موجود في اي حاجه. فعندك واحد بيشتري، وبعدين عندك واحد اللي هو بنسميه الانفنتوري الماتيريال بلانر او انفنتوري بلانر، او يسمى يعني مينلي الشخص اللي بيتواصل مع المورد يقول له يا مورد انا عايز 50 قطعه من ده، عايز 100 طن من ده، عايز الخامات الماتيريال ففي شخص بيقعد يحسب احتياجاته، وعلى اساس احتياجاته وعلى اساس اللي قاعد عنده في المخزون وعلى اساس الكاش اللي معاه في الشركه هيقدر يطلب هو يشتري قد ايه. طيب بعد كده في شحن من عند المورد لحد عندي، فانت شغلانه الشحن دي فيها تفاصيل برضو كتير. فيها فليت مانجمنت اللي هي شخص او اداره اللي مسؤوله عن السيارات، الانباوند بالظبط كده، انباوند. فتلاقي شغلانات كتيره فيها في شركات، تلاقي فيها شغلانه اسمها انباوند بلانر. ايه الانباوند ده؟ اللي بيرتب اللي داخل، الخام والماتيريال بالظبط. دخلت الحاجه جوه عندنا، في عندك كواليتي غالبا هيعمل لها تشيك، ممكن في ناس بتدخله تحت سبلاي تشين وناس ما بتدخلوش، حسب الصناعه كمان. الاكل حاجه، الكونستراكشن حاجه، كل واحد وليه نظام. بعد كده عندك مخازن بشغلانات المخازن كلها، فانت دي مجال. ممكن تكون بتجيب الحاجه من بره الدوله، فانت لو بتجيبها من بره الدوله عندك حد بيشحن شحن بحري مثلا من الصين او من الهند او من المانيا، فالناس اللي بيشتري الكونتينر او بيحجز الكونتينر ده على الخط الملاحي ده، دي شغلانه بتسمى ايه بقى؟
المسمى بتاعها؟ يعني انباوند، برضو انباوند بلانر بتتسمى. هي دي بتبقى في شركات الشحن اكتر، بس يعني دي شغلانه لوجيستكس مهمه. بعد كده عندك تخليص جمركي، ده بقى اللي ما بتجيله. لما وصلت مينا اسكندريه، مينا دمياط، مينا سفاجه، لازم الحاجه دي يتعمل لها تخليص جمركي، فده تحت برضو السبلاي تشين اللي هو المخلص. عالم الفريت فوروردنج او الشحن والنقل ده عالم كبير جدا مليان شغلانات. الجهه الوحيده يمكن اللي بتعلم الكلام ده هي الاكاديميه. بعد كده الحاجه وصلت للمخازن. بعد كده عندك بقى انتاج بكل تفاصيله من اول بقى، دي جزء يمكن شويه يحتاج مهندسين، ولو ان مثلا زراعه بيشتغل في المصانع الغذائيه مش لازم يبقى مهندس انتاج، هو خريج زراعه لانه عنده انتاج زراعي، او صيادله في شركات ادويه. فدي لكن عاده هتلاقي مثلا مهندس الصيانه ده مهندس الانتاج ايا كان التخصص. عندك جوه المصنع عادة انتاج، صيانة، بيبقى في احيانا مشتريات تاني مخصوص للمصنع، جودة طبعا. عندك الجزء بتاع السيفتي والهيلث والانفايرومنت، وده مجال ده جوه السبلاي تشين برضه عادة بيبقى تحت المصنع. لان المصنع لو انا النهارده في مصنع وبنتج ايا كان الشيء وبطلع عادم او بطلع الصرف بتاعي غير مطابق للمواصفات، فده كله هيحتاج يتظبط. السيفتي، السلامة والصحة المهنية، ده ما لهاش جامعة، فده مجال برضو شيق جدا وللأسف مش أشطر ناس فيه احنا خالص يعني. فانت عندك ده كله بيبقى تحت السبلاي تشين. او يبقى مهندسين تقريبا في الحته السيفتي. والله مش شرط، برضو مش شرط يعني. عندك ليفل سوبرفايزر، ليفل سبيشالست، ليفل ما اعتقدش لازم يكون مهندس يعني، الا لو حاجة فيها معدات قوي وكده محتاج تفهم المعدة، لكن غير كده ما اعتقدش يعني، مش شرط قوي. انا بتكلم كاورجنايزيشن يعني. لو واحد سبلاي تشين دايركتور هو بيبقى مسؤول عن كل ده تحتيه. بعد كده بقى انتجنا، هنحط في مخازن، هنعمل فحص لو في انسبكشن او في جوده، بعد كده هنحط في مخازن. بعد كده نبتدي بقى نشوف، طيب انا عندي مخزن في اسكندريه ومخزن مثلا في طنطا ومخزن في اسيوط، احدد الكميات اللي كل مخزن تبقى فيه قد ايه، ده انفنتوري مانجمنت تاني. هشحن لكل الاماكن دي، طب احط المخازن بتاعتي فين، ده نتورك بلانر. دي بتتعمل مره مش بتتعمل كل يوم، بس وانس ان انت قررت ان انا مثلا الانفنتوري دي ساعات بيتحط في الفاينانس ولا مش دي؟ احيانا ممكن يتحط في الفاينانس، ولا هو شايف بيسموه ستوك كنترول لا، والانفنتوري. ستوك كنترول حاجه تانية. الاوديتنج او الستوك كنترول حاجه، والانفنتوري بلاننج حاجه. الستوك كنترول بيتاكد ان الانفنتوري بلاننج ماشي على البوليسي او السياسه اللي الشركه بتقول عليها. يعني مثلا الشركه تيجي تقول او الاداره الماليه تيجي تقول احنا مش عايزين المخزون بتاعنا يزيد عن 10 مليون جنيه مثلا في اي وقت من الاوقات. انا واحد انفنتوري بلانر، انا اللي بشتري، قررت ان انا، او انا اللي بخطط للانتاج، في برودكشن بلانر كمان اللي هو بيخطط خطوط الانتاج، يقول خط الانتاج ينتج احمر وبعدين اخضر وبعدين ازرق مثلا، قد ايه في وقت قد ايه، وهتقعد هنا 6 ساعات وهنا 3 ساعات وهنا 4 ساعات. دي شغلانه كتير بتبقى مهندسين بس برضو مش شرط. الحته الستوك بقى ليه انا الحته دي مهمه، لان هي دي اللي فيها الفلوس يعني، دي اللي بتعمل فرق كبير مع الشركات. انت عندك واحد هو اللي بيقول احنا المفروض يكون عندنا مخزون قد ايه بالظبط، تكلفه، ويجي عليه الراجل بتاع الفاينانس يتاكد ان التكلفه دي والمخزون ده هيحقق لي ربح. فاهم الفرق يعني؟ انا لو انا النهارده وانا اشتغلت الشغلانه دي كتير اللي بتخزنها اعلى من الربح بتاعها في الاخر. يعني لو انا ببيع مثلا على سبيل عشان ابسطها للناس، لو انا ببيع في الشهر ب5 مليون جنيه، ليه يكون عندي مخزون ب20 مليون جنيه؟ الا لو انا شايف ان في ازمه في ان انا بالظبط اتحصل على المنتج. لكن لو انا عندي مصنع شغال طبيعي، يبقى انا مش محتاج ان انا يكون عندي مخزون 20 مليون، لان انا ببيع في الشهر 5، لان معنى كده ان انا هخلي مخزون 4 شهور. لو الحاجه دي حتى لو ملهاش صلاحيه، يعني حاجه ما مش هتتاثر بالصلاحيه، ما هي دي فلوس راكده، فالفلوس الراكده دي بتاثر على البروفيت بتاع الشركه، فدي جزء مهم جدا يتربط مع الفاينانس يعني. الستوك كنترول بقى والناس بتوع الاوديتنج او المراقبه او كده، دول بيبقوا تحت الفاينانس، بيتاكدوا ان السبلاي تشين
ماشي على السياسه اللي احنا متفقين عليها. بس بعد كده بقى بتشحن الحاجه للعميل. في ادارتين يمكن احيانا بيبقوا مع السبلاي تشين واحيانا بيبقوا مش مع السبلاي تشين، اللي هي الديماند بلاننج، ودي مش موجوده للاسف كتير في مصر. واعتقد انها الشركات لو ادركت ان انا لو جبت شخص او شخصين يعملوا لي فوركاست يتوقعوا هبيع قد ايه في الفتره الجايه، مش هروح انتج غلط بالداتا اناليسيس اللي احنا كنا بنتكلم فيها بالداتا اناليسيز اللي عندي. فهي شغلانه مليانه تحليل بيانات علشان اقول انا متوقع الشهر الجاي ابيع 10، الشهر اللي بعده عشان عندي عيد فهبيع 8، الشهر اللي بعده هبيع كذا and so on. فابتدي اشتغل على هذا الاساس. ديماند بلاننج. والشغلانه الاخيره كاستمر سيرفيس. كاستمر سيرفيس في ناس بتحطها مع السيلز، في ناس بتحطها مع السبلاي تشين، في ناس ايا كان حسب برضو طبيعه الصناعه وطبيعه الشركه، ولكن دي برضو من الحاجات اللي ممكن تقع تحت السبلاي تشين. فالخلاصه ان من كل دول في حاجات محتاجه تخصص اكاديمي ابقى طالع من الجامعه متخصص في ده، لكن الاغلب مش محتاج التخصص ده. مفيش ولا حاجه من دول يمكن ما عدا هندسه والحاجات الشحن وكده ليها جامعه اصلا. ابدا ازاي؟ برضو انا اتخرجت السنه دي او هتخرج خلاص من كليه تجاره، كليه اعلام، كليه حقوق مثلا. عايز ابدا من بكره او من بعد بكره او من بعد سنه بعد سنتين ادخل في ابقى شغال مثلا، مش هقول ام ار بي، هنقول مثلا ديماند بلانر مثلا، هقول اي حاجه من اللي احنا قلناهم بالظبط. ذاكر، اتعلم. اذاكر ازاي ومنين؟ انترنت، بوابتك على الانترنت. هتقعد على الانترنت دي لو ما يعني دي وظيفتك، اقعد 8 ساعات ذاكر، 8 ساعات ذاكر. منين مثلا؟ عندك في معينه، طيب. شهادات معينه. في حاجات بفلوس وفي حاجات من غير فلوس، وانا مش مع دايما اللي بالفلوس. يعني في حاجات بالفلوس احنا عايزين نعرف الاثنين سعرها مبالغ فيه. عندك حاجات بالفلوس، في شهادات كتيره بتاعت زي ايبكس اللي هي ASCM بقت غاليه جدا بالدولار بقى، فبقى السعر بقى مبالغ فيه الحقيقه دلوقتي. دي بتديك عندهم كذا شهاده. عندهم شهاده CSCP اللي هي Certified in Supply Chain Management، لو تقدر يعني تدخل في هذا العمق، ودي شهادات تقيله مش يعني زي دبلومه صغيره يعني. عندك CPIM اللي هي Certified Production and Inventory Management. عندك شهادات بتاعه لوجيستكس CLTD Certified Logistics Transportation and Distribution. دول وعملوا شهاده قريب بتاعه Procurement كمان. فدول شهادات معتمده، لو معاك الفلوس وعندك عزيمه المذاكره ادخل اعملهم، ودي لما بتتحط في الCV بتنور. عندك شهادات تانية اقل في التكلفه. عندك Institute of Supply Chain Management دي من انجلترا. الاماكن دي ممكن نبقى ابعتها لك ونحطها على كلها. تقدر تفتح الويب سايت هتلاقيه كده مكتوب يقول لك سيرتيفيكتس، ادخل شوف ثمنها كام، بتاخد وقت قد ايه. خد اسم الشهاده اكتبه في جوجل، اكتب شهاده كذا 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 ريفيوز، شوف اسمع الناس خلصتها ذاكرت في قد ايه، ذاكرت في شهر ولا ذاكرت في 6 شهور ولا ذاكرت في سنه ولا ذاكرت في ايه. دي كلها مصادر تقدر تذاكر منها. عندك المواقع اللي هي المفتوحة زي يوديمي، زي كورسيرا، زي الحاجات دي عليها كورسات سبلاي تشين، حاجات $10 وحاجات $5 وحاجات كده. عندك يوتيوب، لو معاك انجليزي هتغرق في مفيش محتوى عربي اعتقد للسبلاي تشين، ودي حاجه بقى بشعر بالخزي والعار ان انا مش بساعد فيها للاسف. في يعني احيانا بحط حاجات بس للاسف مفيش كتير بس يعني اجان برضو لو انت ما عندكش انجليزي خالص انت محتاج تشتغل كمان على الانجليزي، لان مش بس السبلاي تشين اللي هتلاقي المحتوى دايما بالانجليزي، التكنيكاليتي فيها صعبه كمان. يعني هتلاقي دايما حاجات كتيره هتعطل بسبب الانجليزي، فانت محتاج تحل المشكله دي الاول يعني، او ان باراليل يعني مع الموضوع ده. بس اجان موجود على اليوتيوب يعني انا بديك المثال اللي هو حاجه انت وانت قاعد في عربيه ولا قاعد في مشوار ممكن تفتح تتفرج يعني. حاجات كتيره بالعربي وبالانجليزي. مقالات ادخل اقرا. يعني واحد بيقول يعني انا مثلا من هواة ان انا في شويه مواقع كده بخش اشترك في النيوزليتر بتاعهم. يعني في موقع مثلا في على الميدل ايست اسمه لوجيستكس ميدل ايست مثلا، دول بيبعتوا كل اسبوع
ايميل كده فيه 4 5 6 مقالات ايه اللي بيحصل في اللوجيستكس في الشرق الاوسط. كميه معلومات لا نهائيه. يقول لك مصر عملوا مخازن جديده عامله كذا، السعوديه عملوا قطر جديد عامل كذا، الامارات بيدخلوا عربيات جديده عامله كذا. معلومات كتير يعني. انا ممكن الايميل ده لو حبيت اقرا الحاجات دي ممكن اقعد لي ساعتين 3 يعني. احيانا بقعد اقرا بسرعه كده لان مفيش وقت تقعد تقرا كل المعلومات دي. من الشهادات اللي اتعرفت عليها قريب ومبهره ودي ربما تكون نمبر 1 ريكومنديشن عندي دلوقتي، اللي هي اللي بتاعت الام اي تي، اللي هي ميني ماسترز اوف سبلاي تشين، اللي هي جامعه في امريكا اسمها ام اي تي، اكبر جامعه في التكنولوجي والهندسه وكده، مع اي دي اكس وتيدكس والحاجات دي. حطوا المعلومات بتاعتهم على البلاتفورم بتاع دول، عاملينها دلوقتي لو انا فاكر اخر حاجه 5 كورسات، بعدهم بتاخد شهاده معتمده من جامعه ام اي تي. من ام اي تي تشوف الكلمه، انا بالنسبه لي دي كلمه ضخمه جدا، ان انت واخد ميني ماسترز في السبلاي تشين. الميني ماسترز دي تتكون من 5 كورسات، كل كورس حوالي 3-4 شهور. بيحتاج مذاكره، هي مش خفيفه يعني، مش حاجه هتخلصها في شهر ولا حاجه، كلها سيلف ستادي. عاملين اعتقد اخر مره بصيت من فتره كان في نظامين، عايز تدفع هتاخد شهاده، مش عايز تاخد شهاده ممكن ما تدفعش. ناس طيبين قوي يعني، ناس جمال، اساتذه جامعه في ام اي تي بيدوك المحتوى اللي بيدرسوه، بيدوا لك اتفضل يا باشا. الشهاده بس اللي بفلوس. لو عايز بقى بشهاده هتدفع فلوس كام؟ $200 طبعا. يعني احنا عندنا $200 عمالين يكبروا، بس هي كانت $200. واخده الموقع دي بيبقى فيها دعم مادي كمان، بتخش تقدم عليه بظروفك ممكن بتتقبل وتاخد الشهاده. بالظبط. وميزتها ان انت 5 كورسات في 200 بس، انت مش هتدفعهم مره واحده. انت هتدفعهم ربما على شهور ولا حاجه. انت هتحتاج لك على الاقل سنه ونص على ما تدفعهم. فلو انت بتشتغل في وظيفه وتقدر تحوش جزء تدفع بيه ال $200 دي كل 3-4 شهور، هي كل 3-4 شهور، فهي هتتوزع مش هتاخد الصدمه مره واحده يعني. بعد ال5 بتاخد امتحان اخير لل5 على بعض، بعدها انت خلاص سيرتيفايد. مش بس كده، لو عايز تكمل كمان وتبقى واخد ماسترز اوف سبلاي تشين من ام اي تي بجلاله قدرها، ساعتها هتروح تدرس سمستر واحد. عندهم 3 اماكن في سنغافوره، في اسبانيا، في امريكا. تدرس سمستر واحد تبقى واخد ماسترز ان سبلاي تشين. انا اتفرجت على المحتوى، انا عايز اعملها انا شخصيا، مش سهله خالص، محتاجه مذاكره ومحتاجه تركيز. كمان عاملين حاجات اعتقد ان انت لو مش فاهم حاجه تقدر تطلب تعمل كول مع واحد من المتطوعين، ناس متطوعه، انها يشرح لك الحته اللي انت مش فاهمها دي فور فري. هم بيعملوها يعني كده. فدي من الحاجات، الشهادات اللي النهارده انا بالنسبه لي مبهره يعني، والكوست بتاعها اقل بكتير من الشهادات التانية. دايما لما هتلاقي طبعا لو عايز بقى تاخد كورسات مع محاضر او كده، هتلاقي طبعا اماكن كتيره موجود فيها. دايما اللي بقوله بس حاول تقرا المحاضر ده الباك جراوند بتاعته ايه. مع احترامي الشديد لاي حد، ما اعتقدش ان حد عنده 27 سنه 28 سنه يقدر يدرس سبلاي تشين. انا اسف جدا يعني، عندي 43 سنه وببقى مكسوف لما بقعد قدام حد مثلا عنده 60 سنه، لان هو اشطر مني مليون الف مره. اعرف ده من ايه بقى؟ ان هو ده اسال على الباك جراوند بتاعته، البروفايل بتاعه، الشهادات بالظبط. انا هاخد كورس مع ايمن. هو ايمن ده بيشتغل ايه؟ ممكن اشوف السي في بتاع ايمن او البيوجرافي بتاع ايمن ده. ايمن والله اشتغل في صناعات مختلفه، واخد شهادات مختلفه، بيشتغل في شركات كبيره معروف انها ليها وزن يعني. كل ده يقول لي ان ايمن ده هيديني حاجه، هيعلمني حاجه. لكن لو ايمن لسه متخرج من 2 وقرا كتابين وطلع بيقولهم حتى من 5-7 سنين برضو، ده مش ما اعتقدش انه كفايه، لان في تقل كده بيحصل بالوقت يعني. فده تحسه كميه الويبينارز اللي ببلاش اللي بتجيلي على الايميل بشكل يومي. لو حد فاضي وعايز يقعد كل يوم يسمع ويبينار من ناس تقايل يعني، ببلاش 100% ببلاش.
لو حد فاضي مش بيشتغل، اقعد على الانترنت 8 ساعات في اليوم ذاكر. 8 ساعات في اليوم ذاكر. الويبينارز دي بتوصل لها ازاي؟ او يعني في أنا- نيوزليتر مثلا، في انا نيوزليترز كلها نيوزليترز. انا بدخل اكتب كده على جوجل سبلاي تشين education او سبلاي تشين يعني ابديتس، هتلاقي مواقع عماله تجيلك. افتح الموقع شوف ده بيعمل ايه. عنده مقالات كتيره مثلا، والله ده حاجات شكلها ظريفه، طب انا هشترك في النيوزليتر بتاعه. هتلاقي بعتين لك كل اسبوع يقول لك احنا والله نزلنا مقالات جديده عن الموقع، عاملين بلوج مثلا في حاجه معينه، عاملين ويبينار ببلاش. كتير 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 بشكل يعني في حاجه اسمها سبلاي تشين ميديا، انا ده بتجيلي على طول. لوجيستكس ميدل ايست بتجيلي على طول. في واحده اسمها سبلاي تشين ستارت ابس، موقع اسمه سبلاي تشين ستارت ابس بيجيب، وده لذيذ جدا مسلي جدا، بيجيب ايه بقى؟ كل الستارت ابس المتعلقه بالسبلاي تشين في اوروبا. فكل ما واحد يطلع بفكره مرتبطه بالسبلاي تشين يعملوا معاه زي انترفيو ويفهموا فكره المشروع بتاعه ويحطوها على الموقع. في سبلاي تشين اريبيا برضه. سبلاي تشين اريبيا احنا بنحاول يعني، ده الموقع اللي احنا نفسنا نعمله بقالي سنتين ان شاء الله. لسه عندي امل كبير ان احنا نعمله، نحط عليه التدريبات ونحط عليه واحنا عاملين يوتيوب شانل بس لسه ضعيفة يعني، عليها برضو كمية فيديوهات مش كتيرة الصراحة. هي كانت تسجيل اكتر لويبينارز فالجودة بتاعتها يمكن مش احسن. اسمها ايه القناة برضو؟ سبلاي تشين اريبيا، او سلاسل الامداد بالعربي. فكان الهدف منها ان احنا نزود المحتوى العربي الى حد ما علشان يعني تبقى يعني اساسا احنا حاطين عليها مخازن مشتريات يعني حاجات كده ساعة مش كتير، عايز تقفلها وتفتحها تاني في حاجات 10 دقايق بس يعني تفتح كده شوية شوية الافكار. وان شاء الله الفترة الجاية نشتغل عليها اكتر ونحط حاجات اكتر يعني ان شاء الله. فمن ناحية ان الحاجات موجودة مفيش عذر في الحتة دي الصراحة. زي الفل، نورتنا. ده نورك ومتشكر ليكوا جدا جدا جدا. انبسطنا بالشويه واخرناك معانا النهارده. لا خالص بالعكس، يشرفني وبالتوفيق يا رب لاي حد ان شاء الله، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. يلا شكرا، شكرا. بشكركم على وقتكم النهارده، وبنشكر باشمهندس فراس على وقته النهارده وعلى المشوار الكبير اللي جالنا فيه. وانتظرونا ان شاء الله في الحلقات الجايه مع بتاع بودكاست. شكرا، السلام عليكم.